كوريا مختلفة عن أي دولة يا جماعة، فليها طابع خاص حتى في الأرياف. ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مثير جدا، وهو الفرق ما بين حياة المدن والقرى في كوريا. كتير مننا لما بيسمع عن كوريا بنتخيل المدن الكبيرة المزدحمة زي سول أو بوسان، لكن كوريا فيها مناطق ريفية زي أي دولة عادي جدا، وكمان المناطق الريفية دي ليها طابع مختلف جدا عن أي دولة. كوريا مختلفة عن أي دولة يا جماعة، فليها طابع خاص حتى في الأرياف. ففي الفيديو ده هنتعرف مع بعض على أهم الفروق ما بين حياة المدن والريف في كوريا، وكمان هنزور قرى مشهورة جدا في الريف. فاتحمسوا معايا للفيديو، يلا بينا. أول حاجة هنتكلم عنها هي حياة المدن الكبيرة، اللي هي الحياة السريعة جدا. المدن في كوريا زي سول وبوسان بتتميز بالحياة السريعة. الناس هناك بتكون في حركة مستمرة ما بين الشغل والمواصلات والدراسة، والتكنولوجيا الحديثة موجودة في كل مكان. في كل حتة هتلاقي انترنت سريع جدا، وناس دايما ماسكة الهواتف الذكية. كل حاجة بتتعامل عندهم بسرعة وبضغطة زر. تاني حاجة هنتكلم عن أوقات الفراغ في المدن، أو إزاي الناس اللي في المدن بتقضي أوقات الفراغ. في المدن هتلاقي أماكن الترفيه بكل أنواعها، سينمات، مولات ضخمة، كافيهات بمواضيع غريبة زي كافيهات القطط، وأسواق بتفتح 24 ساعة. بالرغم من ده الحياة في المدن ممكن تكون مرهقة بسبب الزحمة والضغوط. يلا بينا بقى نخش على القرى اللي بتتميز بالهدوء والسلام، وكمان مش أي قرى، لأ دي القرى الكورية. القرى في كوريا على عكس أي قرى تماما في العالم، الحياة هناك بطيئة وهادية، والناس مهتمين بالزراعة وبيعيشوا حياة بسيطة بعيدا عن التكنولوجيا المتقدمة. الأكل هناك بيكون طبيعي ومباشر من المزارع، وده بيخلي الحياة هناك صحية وبسيطة. طيب احنا كده اتكلمنا عن الريف الكوري اللي بيتميز بالهدوء وبالجمال وبكل حاجة. طيب عايزين نعرف بقى الأماكن اللي موجودة في الريف الكوري. أول مكان معانا في الريف الكوري هو المزارع التقليدية. المزارع التقليدية دي زي مزارع الرز اللي بتلاقيها منتشرة في كل مكان حرفيا، زي قرية اسمها هاهو اللي مشهورة بالمزارع والأراضي الزراعية الكبيرة. تاني حاجة الغابات والجبال. الريف الكوري مشهور بالجبال الخضراء وأماكن المشي في الطبيعة. مثلا قرية اسمها بوجون فيها جبال وأماكن هادية للاستمتاع بالطبيعة. 3 الأنهار والبحيرات. في القرى الريفية زي قرية اسمها نامهي بتلاقي أنهار وبحيرات جميلة اللي بيستخدموها الناس في الصيد والزراعة، وقرية مشهورة جدا بصيد السمك لو ما تعرفوش المعلومة دي. رابع حاجة المعابد القديمة. المعابد القديمة دي زي معبد اسمه هاينسا اللي موجود في منطقة ريفية، واللي بيعتبر من أقدم المعابد في كوريا. خامس حاجة البيوت التقليدية اللي هي اسمها بالكوري الهانوك. أكيد البيوت دي معروفة وانتوا عارفينها أصلا. التقليدية اللي هي اسمها الهانوك موجودة في قرى زي قرى اسمها جانغدوك. البيوت دي لسه محتفظة بالشكل التقليدي، وده بيديك إحساس بالحياة الكورية القديمة الجميلة جدا. سادس واخر حاجة الاسواق الريفية. الاسواق الريفية في القرى زي سوق اسمه بوسانج بتلاقي اسواق بتبيع منتجات محلية وطازة وحرف تقليدية، وبتلاقي الناس كتير ماشية في السوق وتلاقي زحمة، وده بيديك احساس بانك عايش فعلا في قرى. فلو بتحبي الحياة السريعة اللي مليانة مغامرات، فالمدن الكبيرة زي سول هي الانسب ليكي. لكن لو بتفضلي الهدوء والحياة البسيطة، فالقرى زي هاهو وبوجون هي الخيار المثالي. الكوريين نفسهم ساعات بيهربوا من صخب المدن ويروحوا القرى في الويك اند علشان يرتاحوا ويستمتعوا بالطبيعة. وفي النهاية سواء كنت بتحبي حياة المدينة أو بتحبي حياة القرى الهادية، فكوريا بتقدم لك الميزتين، والاتنين أحسن من بعض. فما تنسيش تكتبي لي في التعليقات ايه اللي عجبك أكتر، حياة المدن ولا حياة الريف في كوريا. وكمان متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لك كل فيديوهاتي الجديدة، وأشوفكم في فيديو جديد حلوين، وي أنيو.